في حيث قال: افعل جميل ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلا أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فلن يحصده إلا الذي زرع، فعلنا جميلا قابلونا بضده وهذا لعمري من فعال الفواجر. إذن يقال إن امرأة كانت معجبة بالفيلسوف إيمانويل كانت، وكانت تجلس معه وكانت كل يوم تنتظر أن يتقدم لخطبتها، ولكنه يتحدث معها دائما عن الفلسفة والحياة ولم يذكر لها يوما سيرة الزواج. وفي يوم من الأيام نفذ صبر تلك الفتاة فقال له: إني أحبك، هل تتزوجني؟ فقال لها إيمانويل كانت: أحتاج إلى أن أفكر في الأمر، إلى مهلة من التفكير، فلا أستطيع أن أفعل أي شيء قبل أن أفكر في الأمر، وهذا من حقه. وبعد تفكير قرر أن يتزوج تلك الفتاة، فذهب إلى بيت أبيها وسأل عنها، فقال لها أبوها: ولكنها تزوجت منذ سنوات بحسرة، منذ سنوات عدة ولديها طفلان، فأين كنت؟ يقال أنه جلس يفكر بعد سنوات عدة فوجد 354 سببا يدعو إلى الزواج و350 سببا يدعوه إلى عدم الزواج، فقرر أن الزواج أفضل، ولكن بعد فوات الأوان. نعم، وفعلا الروح تفضل تتغير حتى بعد كل حاجة، تفضل تبقى نفسها بعد أن تتبدل كل حاجة تتغير، فيمكن الأذواق أن تختلف بينما يبقى الجوهر واحد. نعم، فيمكن أن الأذواق تختلف بينما بس الجوهر يبقى واحد، والأهم أنك عارف أنك تمشي لوحدك من غير أن تنكسر. نعم، عارف أنك تحترم حدودك وتكبر من نفسك من غير ما تفقد رجولتك. عارف أن الوحدة دايما ليست نقص، أن الوحدة ليست نقص، ساعات بتكون مساحة من النضج ومساحة من الوعي. تتعب بس تتعب، احنا بنكون أخذنا مهلة من التفكير ومهلة من النضج. نعم، ونحن بتكون الحد ما نبقى النسخة اللي ربنا شايفها فينا من الأول. واعلم أن الطبع يغلب التطبع. نعم، فاعلم يا أخي أن الطبع يغلب التطبع، ولطبعه طيب يبقى طيب، ولطبعه خبيث يبقى خبيث. نعم، وإن أسقيته من الود أطنانا ولا أحد يستحق أن تهين كرامتك من أجله، واعلم بأن الأصل غلاب، أصل غلاب يا أخي، ومن ظلم يظلم ولو بعد حين، وتذكر أنه كله سلف ودين. تذكر أنه كله سلف ودين. صدق الله عز وجل حيث قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوب في غمرة من هذا ولهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم منا يشعرون لا تشعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به سامرا تهجرون. صدق الله العظيم. نعم، فلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تستكبرون. إن الله لا يهدي كل خوان كفور. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.